مع حلول عيد الفطر المبارك، وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسائل تهنئة وتقدير إلى عدد من الأسلاك والقطاعات الحيوية في البلاد، في لفتة تعكس الاهتمام الرسمي الكبير بالمؤسسات التي تواصل أداء مهامها الوطنية والإنسانية في مختلف الظروف. وقد شملت هذه التهاني أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن بمختلف تشكيلاتها، إضافة إلى مستخدمي قطاع الصحة، وذلك تقديراً لما يبذلونه من جهود متواصلة في خدمة الوطن والمواطن. وفي رسالته الموجهة إلى أفراد الجيش الوطني الشعبي، عبر رئيس الجمهورية عن بالغ اعتزازه وامتنانه للدور الذي تضطلعه به المؤسسة المسلحة في حماية الجزائر وصون أمنها واستقرارها، وأكد أن الجيش الوطني الشعبي باعتباره سليل جيش التحرير الوطني يظل الحصن المنيع للأمة والسند الثابت الذي تعتمده الدولة في مواجهة مختلف التحديات. كما نوه الرئيس بتضحيات منتسبي الجيش في مختلف النواحي العسكرية من ضباط وضباط صف وجنود، مشيداً خصوصاً بالمرابطين على الحدود الذين يسهرون على حماية التراب الوطني بكل انضباط واحترافية وإخلاص. وتحمل هذه الرسالة دلالات رمزية ووطنية كبيرة، خاصة أنها تأتي في مناسبة دينية ذات مكانة خاصة لدى الجزائريين، وهي مناسبة تتجدد فيها قيم التضامن والوفاء والتقدير، كما تعكس حرص رئيس الجمهورية على إبراز مكانة الجيش الوطني الشعبي في الوجدان الوطني، ليس فقط باعتباره مؤسسة دفاعية، بل كذلك بوصفه رمزاً للسيادة والاستمرارية والالتزام الوطني. وقد وصف الرئيس منتسبي الجيش بالعيون الساهرة على أمن البلاد، في تعبير يلخص حجم المسؤولية التي يتحملونها وحجم الثقة التي تحظى بها هذه المؤسسة لدى الدولة والشعب. ولم تقتصر التهاني الرئاسية على المؤسسة العسكرية فقط، بل شملت أيضاً أفراد سلاح الدرك الوطني والأمن الوطني، إلى جانب عناصر الحماية المدنية والجمارك، وهي أسلاك تؤدي أدواراً محورية في حفظ النظام العام وتأمين المواطنين والتصدي لمختلف المخاطر والتهديدات التي قد تمس باستقرار البلاد وسلامة المجتمع. وقد ثمن رئيس الجمهورية الجهود اليومية التي تبذلها هذه الأسلاك، مؤكداً أهمية المهام التي تطلع بها في تعزيز الأمن وضمان السير الحسن لمؤسسات الدولة وحماية الممتلكات والأرواح. وتبرز أهمية هذه التهاني في كونها موجهة إلى فئات تبقى في حالة تعبئة دائمة حتى في أوقات الأعياد والمناسبات، حيث يواصل أفرادها أداء واجبهم الوطني دون انقطاع. ففي الوقت الذي يحتفل فيه المواطنون بعيد الفطر وسط أجواء من الفرح والطمأنينة، تكون هذه الأسلاك مجندة لضمان الأمن وتنظيم الحركة والتدخل عند الضرورة وتقديم الحماية والمساعدة في مختلف الظروف. ومن هنا فإن توجيه التحية إليها في مثل هذه المناسبة يعد اعترافاً مستحقاً بما تقدمه من تضحيات في سبيل راحة المواطنين واستقرار الوطن. وفي السياق ذاته، خص رئيس الجمهورية قطاع الصحة برسالة تهنئة خاصة، موجهاً تحية تقدير إلى الأطباء وكافة العاملين في هذا القطاع الحيوي لما يبذلونه من جهود كبيرة في خدمة المرضى وضمان استمرارية الرعاية الصحية. وأشاد الرئيس بروح المسؤولية العالية التي يتحلى بها مستخدمو القطاع وبالتضحيات التي يقدمونها في أداء مهامهم الإنسانية النبيلة، لا سيما في الظروف التي تستدعي يقظة دائمة وحضوراً مستمراً. ويحظى قطاع الصحة بمكانة خاصة في هذه المناسبة بالنظر إلى الدور الإنساني المباشر الذي يقوم به، حيث يظل الأطباء والممرضون وسائر العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية في الصفوف الأمامية لخدمة المواطنين حتى خلال الأعياد والعطل. ولذلك فإن تهنئة رئيس الجمهورية لهم
تمثل رسالة وفاء وتقدير لمهنة سامية تقوم على العطاء والتضحية وتحمل المسؤولية، كما تعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع وحرصها على تثمين مجهودات منتسبيه الذين يواصلون أداء رسالتهم في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم. وتندرج هذه الرسائل مجتمعة في إطار رؤية قائمة على تثمين مختلف الأسلاك والقطاعات التي تشكل عماد الدولة، وتسهم يومياً في تعزيز الاستقرار وحماية المؤسسات وخدمة المجتمع، كما أنها تؤكد أن المناسبات الدينية والوطنية ليست فقط لحظات للاحتفال، بل أيضاً فرص لتجديد الاعتراف بجهود من يعملون في صمت ويضحون براحتهم من أجل أداء واجبهم الوطني والإنساني. وفي المحصلة تعكس تهاني الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة عيد الفطر المبارك تقديراً واضحاً للدور المركزي الذي تقوم به مؤسسات الجيش والأمن والحماية المدنية والجمارك وقطاع الصحة في حياة البلاد، وهي رسائل تحمل معاني الوفاء والاعتراف والمسؤولية، وتؤكد أن الجزائر تبقى قوية بمؤسساتها وبالرجال والنساء الذين يواصلون خدمتها بإخلاص في كل وقت وفي كل مناسبة.